السلام عليكم، نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. غادي نشارك معكم حلوه الشكلاط في القويقطات، كتجي خطيره شكلا ومذاقا، يعني في اخر لحظه توجديها. وغادي نشارك معكم الطريقه كيفاش خرجنا هذا الشكيل هذا ديال الحلوه. هنا اول حاجه غتاخذوا اي نوع ديال الحلوه. هنا راه كنت صايبت هذه الحلوه وما صدقاتش ليا، وهنا يعني ما غاديش نرميوها، غادي نخرجوا منها شكيل اللي راقي جدا. هنا كتاخذوا الحلوه ديالكم، اي حلوه ولا حتى البقايا ديال الحلوه، غادي تطحنوهم في الهاشوار مزيان مزيان. هنايا غادي تخليهم شويه مهرمشين، ومن بعد هنا ما طحنتهم غادي نضيف عليهم كاوكاو اللي حمرته وهرمشته، وغادي نضيف عليهم هنايا كميه ديال الكوك خديته حتى هو حمرته غير شويه غير يذهب لينا. غادي نخلطوا هاد المكونات كاملين مزيان مزيان، وغادي تجمعوهم باي حاجه. انا هنا دوبت تقريبا كاس ديال العسل اللي خديته غير دفيته شويه، وغادي نجمعوا به هاد الخليط ديالنا. ممكن انكم تجمعوها بنيستلي، او ممكن انكم تجمعوها حتى بالشكلاط تذوبوه. هنا غادي نخلطوا الخليط ديالنا، وغادي تحاولوا انكم تجمعوه باليد ديالكم ويكون يعني كيتجمع معكم. وهنا من بعد غادي تاخذوها وغادي ديروها على شكل كويرات بهذا الشكل هذا، كامله الكميه اللي عندكم. من بعد غادي ديروها في المجمد، يعني ضروري تبرد واحد شويه وتشد راسها، باش من بعد ملي تبغيو ديروها في الشكلاط يعني دغيا كيشد لكم فيها الشكلاط. هنا غادي تكوروهم على شكل دوائر، او انكم ديروهم حتى في دوك لي مول ديال السيليكون. هنا من بعد ما كملت الكميه كامله غادي ندخلوها المجمد تقريبا غير بما ندوب الشكلاط. غادي نضيف عليه كاوكاو اللي غادي يكون مهرمش، وغادي تحاولوا انكم تغربلوه، تحيدوا داك الدقيق ديال كاوكاو وتخليوه غير داك كاوكاو اللي كيبقى مهرمش. غادي نخلطوه مع الشكلاط، ومباشره هنايا غادي تبداو دوزوا فيه ديك الحلوه ديالكم. من بعد ما خرجناها من المجمد كتكون يعني بارده، والشكلاط كيكون سخون، كديروها في الشكلاط دغيا كتلبس لكم بالشكلاط، وكديروها في القويقطات وكتكون بهذا الشكل هذا. انتم شوفوا الحلوه ديالنا يعني من لا شيء خرجنا شي حاجه اللي راقيه وزوينه، وفي نفس الوقت كما قلت لكم راه المذاق ديالها خطيره، جات لذيذه بزاف. وهذا هو الشكل ديال الحلوه ديالنا. من بعد ما غادي نقطعها وتشوفوا كيفاش كتجي فيها واحد التعليكه في الداخل ديال القوام والعسل، وكتكون مشكلطه من برا.